زمان كنت دايمًا باحس إن أنا مش creative خالص، يعني لمّا بنقعد أنا وزمايلي وصحابي في brainstorming session باحس كلّهم بيطلّعوا أفكار ما عدا أنا. قررت إن أنا أدرس creativity عشان أعرف إجابة سؤال هو أنا ليه مش creative. أول درس اتعلمته في الcreativity هو إن الcreativity is innate. innate يعني صفة جبلية أو صفة من صفات الإنسان، وده كانت حاجة غريبة جدًا لإن أنا كنت فاكر إن في ناس creative وناس مش creative. لمّا اتعلمت أكتر اكتشفت إن كلنا creative، بس اللي بيفرقنا عن بعض هو قدرتنا على التعبير واستعدادنا للتعبير عن الcreativity اللي جوانا. وفي 4 حاجات بيأثّروا على الاستعداد ده والقدرة على التعبير عن الcreativity. أول حاجة هي إنك تكون في مكان ما يساعدكش على الcreativity، إنك في مكان دوشة، مكان زحمة، مكان ملخبط، يخلّيك مش قادر تطلّع اللي جواك بشكل كويس، أو يخلّيك تفكّر بذهن صافي عن الحاجة اللي أنت بتفكّر فيها وبتعمل لها brainstorming. الحاجة التانية هي الknowledge، معلومات تكون كافية عن الشيء اللي أنت بتفكّر فيه. missing الinformation ممكن يخلّيك ما تطلّعش أفكار creative. الحاجة التالتة هي الثقة في النفس self esteem أو الconfidence. زي مثلًا لمّا بتكون قاعد في brainstorming session وتيجي في بالك فكرة بس تقول لأ شكلها فكرة سخيفة بلاش أقولها، بس تلاقي واحد قاعد وراك يقوم قايل الفكرة فتقول يا ريتني كنت أنا اللي قُلتها. فده السبب التالت عدم ثقتك في نفسك أو في الفكرة اللي أنت بتقولها وظنك إن هي فكرة سخيفة. الحاجة الرابعة وده الأهم وده اللي دايمًا أنا باتكلم فيه واللي ناس كتير ما بتبقاش واعية له، إن الcreativity process. الcreativity ليها خطوات عشان تمشي فيها واحدة واحدة توصل للcreative ideas، مش وحي بينزل عليك. فال4 حاجات دول لو ركزت فيهم واتعلمت كويس أوي أدوات الcreativity هتكون راجل creative وتقدر تعبّر بشكل أكبر عن الcreativity اللي جواك.